حضرتك سامعاني اه، كده؟ سامعاك. سوري، انا تقريبا يعني دوست ايدي بالغلط، ما فيش، انا مستمتعه بالكلام فشكرا جزيلا. بس الله انا في يخليك. نظري حاجه واحده هقولها، اه، قولي. ان احنا احساس انك تربي جيل عارف انه من حقه يقول رايه، ده بيساعد ما نكونش جبانين اما نكبر. يعني اللي اتربى من صغير ان هو في قمع في البيت، ان انت ما تقولش حق، ما تطلبش، ما تقولش انك اتظلمت، ما تقولش انك عايز حاجه، فهي بتبقى تربيه بتساعد. طبعا نقدر نعملها لما نكون اكبر، بس لما تربي ولادك على قدر كبير من الحريه المسؤوله، وان انت في الاخر حقك انك تطالب بحقك، ونربطها اما يكبر ان ربنا في الاخر هو اللي دي اقدار، انت بس تعمل اللي عليك. فهي جزء تربيه بيساعد انها تبقى انها داخله قوي، فهو غلفها بالعقيده ما يكبر. فده اللي حسيت ان الابلكيشن اللي انا عايزه اطبقها، ولازم فعلا تبقى واضحه، كل واحد يقول رايه بحريه as much as he can، بس اعرف انك بتعمل يعني اعملها صح، بس قولها، يعني ما تكتمهاش جوه وتحس ان ده الصح. ده مش صح ابدا. ربنا خلقنا بمخنا مختلفين عشان نقول آراء مختلفة بحرية، ونفهم ونتعلم لغاية ما نقدر نعمل رأي حقيقي يعتمد إن ده الصح من وجهة نظر كل واحد طبعا مختلف. فشكرا جزيلا طبعا طبعا على انت اللقاء النهارده. يعني بصي، انت قلتي كلمه حلوه جدا، لان خدي بالك برضو يعني مثلا خدي بالك التربيه دي ساعات بتبقى مجتمعيه، يعني ما بتبقاش بس في البيت. انه في فيلم كان الكرنك باين، ولا مش فاكره كان اسمه ايه، الكرنك على ما اظن. الفيلم ده كان بعد سنه 70، يعني بعد ما موت جمال عبد الناصر، علشان يتكلم عن مراكز القوة وعن اللي كان بيحصل وي 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 وي. هو اللي كان الناس ما شافته، هو عمله صوت وصورة يعني، وكان هذا ذكاء جدا جدا طبعا من القيادة ساعتها، انها تحول الناس لجبنة من غير ما حد يتكلم. يعني انت دلوقتي، الفيلم ده بيفضل في الدماغ ويتنقل من جيل لجيل، الصور والكلام عنه وخلاص. انت عملت فيلم، الفيلم قادر وكافي جدا ان يخليك جبان، فاهم ازاي؟ فانت هنا اللي مثلا تقول ايه، تبص تلاقي بنت مثلا يقول لك ايه، هتعرفي تنزلي الشارع تجيبي الحاجة دي تقولي هتخطف. ايه ده؟ ايه هتخطف دي؟ يعني وتلاقي البنت دي مثلا عايشه حياتها يعني خطف ايه يا بنت الحلال؟ يعني احنا بنتكلم خطف ايه يعني؟ ليه هتتخطفي؟ فاذا انا لما اقول الكلام ده للعيال كمان، يعني سيبك حتى من الاراء ولا الكلام لا، ده انا كمان بقول لهم حاجات. ما انت اصلك لو عملت كده في المدرسه هيستقصدوك في الامتحان. يعني مثلا الواد يقول لك مثلا ايه ده، انا سالت، ايوه انت لو سالت المدرس كده وقلت له الكلام ده هيقوم مستقصدك في الامتحان ومسقطك في الامتحان. خلي كلامك في بقك ومش عايزه كلام كتير. انت هنا انت مش انت بتعلم العيل ايه؟ بتعلم العيل التفكير الغير منطقي، بتعلم العيل يعني ايه ربنا ده، ما يعني استغفر الله العظيم، يعني ايه اللي هو احنا منا ليه، هو ربنا بيتحول، راجل بيتحكم في اقدارنا. تالت حاجه الفساد، السكوت على الفساد، يعني ان هو سيب المدرس ده يعمل اللي هو عايزه عشان ما يستقصدناش. طب ما يستقصدك يعني ايه؟ تسقط ما يسقط يعني، ولو ما يسقط في المدرسه ويتعرف انه سقط، طب ما دي اكتر حاجه تقول اروح اقول إيه، والله عايزه اشوف ورقه ابني، علشان ابني ما يستحقش الصوت ده. زي بالظبط لما بيكون في جريمه مبرره، يعني انا الراجل ده ممكن يكون هو اللي قتل الست دي علشان هو كان بينهم وبينه بعض كذا كذا كذا، ما ده اسمه مبرر للاذيه. لكن لا، احنا وبعدين بيقول لك ايه، بيدخلوها من خاف سلم. احنا قلنا الخوف صح، من خاف سلم ده صح جدا، بس مش من جابنا سلم. الجبان لا هيسلم دنيا ولا اخره. ولو حضرتك فضلت ماشيه معاك في الدنيا حلو، اعرف انك انت جهنم وساءت مصيرا. ده ربنا كاتبها كده في القرآن، يعني كاتبها كده بالظبط، انك حضرتك ما فيش فايده، ما يعني مش داخل، مش ما شايفها، انت قاعد في جهنم ومش طالع، لانك انت اوحش، انت نموذج وحش قوي 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 للايمان. يعني انت مكتوب في البطاقه انك انت مؤمن، ومفروض عارف ربنا، لكن ولا بتعمل بيه اي حاجه، ولا موجود في حياتك خالص، لا احساس بالاتكال عليه موجود، ولا سعي انك انت تنصر الحق موجود، ولا انت عارف ايه اللي بيحصل ولا عايز تعرف. فاذا انت كده، يعني انت كده ايه بقى؟ وده اللي مخلي دلوقتي ان الشعوب اللي مسميه نفسها مؤمنه قاعده تاكل وتشرب وتتفرج على التلفزيون، والشعوب اللي احنا بنسميها كفره هم اللي قاعدين يدفعوا الثمن، ايشي في الجامعه، وايشي في الشارع، وايشي في مش عارفه فين، وايشي في ايه، وايشي وايه. بس فده معناه ايه؟ معناه مصيبه، معناه ان انا حاجه خيبه من الويبه. فاهمين ازاي الفكره؟ فده ما ينفعش خالص. فانا دلوقتي لما ابقى بالطريقه دي، او لما ابقى انا مصدر ان الجبن سلامه، لا الجبن مش سلامه. سلامه ايه؟ سلامه فين؟